ملحمة عسكرية تجسد القوة العسكرية والتفوق التكتيكي. أكبر مناورة سنوية للقيادة الأمريكية في إفريقيا، جيوش تتلاحم لتعطي أفضل ما عندها في عاصفة عسكرية قوية بمشاركة 8000 جندي جاءوا ليقدموا أفضل ما عندهم. مناورات الأسد الإفريقي 2023 من المغرب بطل الحدث. شرارة الحرب تشتعل بين الجارتين المغربية والجزائر، فبعد انفصال بعض القبائل عن البوليساريو ضربة جديدة من المغرب إلى الجزائر وداعمي البوليساريو، وجنرالات بالجيش الجزائري ينذرون تبون من مغبة الدخول في صدام مع الجيش المغربي. قوة كبيرة وجيش جرار من المسيرات والمدرعات والدبابات تملكه المملكة، مخاوف جزائرية من استهداف آبار النفط. فماذا حدث بين الجارتين؟ صدمة من المغرب للجزائر، وخوف الأخيرة على محطات البترول في ظل تنامي قدرات المغرب العسكرية. شوفوني عرفت والله مرد على بالك ولدي لي قلت له لا العنب العدس ولا يقول لي أدس، قلت له ماشي أدس العدس الرعد. يا كراسة يبطل باش يقرا، قال لي هذه لغة واعرة هذه. قلت له ما على بالكش انا وين عشت، كنت اعرف مجتمع اللي زدت فيه كره بداوك سبيطار الرند. هو الرند يقول لك بايليف، راك فاهم؟ بايليف جاي حلو، احنا الرند غير يقولها لك يخلعك زعتر. كيفاش ما تقرقش حمبوك؟ ايماجيني لونفون في المجتمع الالجيري من صغره يسمع هاد الصوالح، هما يكبروا في بيتهوفن شوبان، يسموا غير صوالح دو الودن تكبر هكا نقيه، حنا الودن فيها تقرقش الهراج الهيداج، راك فاهم؟ الضباع الجربوع انا في اوروبا عندهم جربوع، انا معيد نحوس ما لقيت جربوع، عندهم ثعالب وديوبه، بصح الجربوع كاين غير في الجزائر. كشغل جاي مخلط ما بين ثعلب وديب. اما يحفر منه يدخل يخرج لك منه الجربوع. مسكين الجربوع. شو كاين تاني؟ الفاك، ايا فاك رون. زعما فاك رون. فكرون جايك شغل شيباني يقرع، شتا فكرون راسه كي داير كي النم شويه، شتا مسكين. فكرو كي تبغي ترخصه هرس له هذيك لاكوكي يولي بان زليط مسكين. يخزن شهرين ولا حتى تعاود تنبت له هذيك يخرج. فكروني يحكم زليطي. متابع خلال التكوين ديالكم، عندنا اليوم ماده جديده اللي هي ماده الطوبوغرافيا. ماده الطوبوغرافيا. سمعت والو؟ سمعت والو؟ سمعت والو؟ سمعت والو؟ Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diyor okulda diye sınıfta diye 3. oldum diyor. Okulda kaçıncısın diyorum. 40'ncıyım diyor. Oğlum niye 1. olmadın diyeyim. Baba diyor başka çocuklar da var okulda diyor.
يا والله. Ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı birinci olacaktın. Cevaba bak ya. Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne oynayıp duruyorsun arkadaş ya? Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diye okulda diye sınıfta diye 3. oldum diye. Okulda kaçıncısın diyeyim? 40'ncıyım diye. Oğlum niye 1. olmadın diyeyim? Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. Evet ya vallahi. Ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı 1. olacaktın. Cevaba bak ya. Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne oynayıp duruyorsun arkadaş ya? تحب تعرف شو ربحت سي مصطفى؟ أي شد روحك مليح. ألف مبروك ربحت العصبة. ويو. الجزائر مشهورة بأنها تعطي الطريح. بيرسون احنا نعرفوا قيمة الحروب. أنا يهضرك على ملايين شهداء. احنا شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود. خلاص من ما مشى حتى التوارق ولا الحراك باش ما يقولوش نسيت. خلاص هذاك علاش ما نبغيش الحرب، نحبوا السلم. خليني نقول لك المستعمرة الوحيدة اللي دامت فيها المقاومة 70 سنة. 70 سنة. Quand ils ont fêté le centenaire de la colonisation, ça leur faisait quelques années برك اللي حبس الحرب. إذا ما نحوسوا on ne cherche personne، بصح اللي يحوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي. ونقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما نتعدى على حد، اللي يتعدى علينا يندم على النهار اللي جات فيه، لأن احنا ما نحبسوش. تكلار تعذبنا البلاد هذه، ضحينا شبابنا كامل البلاد هذه ولا مشينا عندنا إنا لله بسبيله للبلاد. واليوم هذا كفاح آخر باش نخرجوا هاد العملاء هذو، وانا متاكد وان قناعه نحاربهم اخر نهايه. ما نتخلاش على الواجب الوطني ولا نخلي البلاد هذه يلعبوا بهذا المفسدين هذا. خاذلين شغلنا والحمد لله سورنا هذه الازمه هذه. انا نتكلم الشعب الجزائري، الشعب استقل باش يعيش، يعني قريب يخليوها ما يجوعوا الشام، خاطر ملي يحب يجوع الشام الجزائري ويخلي اللي بون وش معناتها يعني؟ هذا استعمار ثاني. هذا نتكلموا عن المفسدين ولا هذا العصابه هذه. هل هذ الناس هذو يعرفوا معنى الثوره هذه؟ يعرفوا هالكسوه نتاع البوبيه نتاع اللي يذبحوا الشعب الجزائري على الاستقلال؟ هل يعلموا بهذا؟ يستحيل. خاطر ما اللي يعلم واش الجزائر ضيعت ابنائها، خيار ابنائها لا يتجاوز 16 سنه من 1830 دائما نقولها، اللي يقولوا غير من 54 حتى 62. لا، انا نقول دائما من 1800 تاريخ
من 1830 إلى غاية 1930. اليوم نعول على كل واحد وهو في المنصب نتاعو، من الجندي البسيط إلى ما أعلى. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي، لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها، بحكومتها، بالمؤسسات نتاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها اللي برز وثبت وبرهن باللي هزم الإرهاب كيما جدودنا وبياننا هزموا فرنسا أثناء حرب التحرير، وكل الفضل يرجع لهم. ماذا عن حفتر سيد الرئيس؟ ما نشخص في الامور انا. حفتر يتكلفوا الليبي يتكلفوا به الليبيين، انا ما عندي. ويريد الترشح للرئاسيات. لك شغله الا كان قابلينه الليبيين له تهديدات تعود بالجزائر. ترك روح فوت روح وهدد الجزائر. قضية فتح الحدود، أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن أعتذر الحدود ما تغلقتش على باب الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما 3 أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا حاشا الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم من الحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك اعمال ارهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش ارهابيين، الجزائريين هما الارهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود الاخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بأمر من كذا وما تخلينيش نهضر. أنا عارف الخبايا. صبحوا ما يقارب 350 ألف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات. اعتذر بالعقل ونزيد أكثر. أنا ذاك الجزائر كانت هي ترأس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش، يسمعها في النشرة. ونزيدك اللي توصل الجزائريين أو الأجانب بالأخص فرنسيين ذات أصول جزائرية يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الأعراف الدبلوماسية. تاريخ وضح تاريخ باللي أنا لما نسمع أسبوع من بعد وزير داخلية نتاع دولة نافذة أوروبية وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل الأدلة باللي الجزائر ما عندها حتى دخل الشيء اللي صرا في مراكش، تقدروها مغاربة وما اعتذروش. غير كم تقبض عودك تركب فوق عودك والفيزا وما نعرفوش. العلاقات بيناتنا راها آلاف السنين. واحد ما يشتمش المستقبل. أنا نقول لك يعتذر الشعب الجزائري قبل كل شيء، لأن من أهان آنذاك هو الشعب الجزائري. قال بغيتي دير لي الفيزا، أنا كما يقول لك الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. طاحوا مع السي اليمين فحل والجزائري محض قح، قال ما لها الفيزا تاعك أين الحدود نبلعها. هذا ما كان هكا صرا. دروك بغاو يصلحوا العلاقات لأن علاقات اقتصادية قوية كانت بيناتنا، والمستفيد مش بالضرورة احنا، معليش احنا فيه طرف من الحدود نتاعنا سواء مع ليبيا ولا مع هذه عايشين معنا، عايشين نتقاسموا الشيء اللي كاين مرحبا، ونعاودوا نبنوا. لأن اليوم تجمعات تكتلات الجهوية انت ما تكون قوي الا ما تكون منتمي اليها.
اقتصاد لما غدوة تبني اتحاد مغرب عربي فيه قوة نتاع يصير عندك 70 مليون مستهلك، أكثر من 70 مليون من مستهلك، حتى 90 مليون نتحسب هذه مستهلك منتج إلى آخره. ولكن احنا راغبين نقول شكون راه يكسر في العلاقات بيننا وبينهم، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين تونس، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين مصر. أنا ما نتفق معاك، مانيش نهضر على شيء. أنا داتني نعرة على أولاد الجزائر اللي تهانوا 12 تاع الليل، واحد مولا 60 عام تخرجوا من الشامبرة تاعو، ما تخليش تيرفض المحفظة تاعو وتضرب كوتكي، خلاص ما تتقبلش، ما نقبلها لا اليوم لا غدوة. اعتذر للشعب الجزائري، قال وقعت غلطة ونسمحوا وطلبوا السماح وكذا، وممكن تم الأمور تصلح. أنا في رمضان كل الأشقاء يشهدوا على أننا ما زلنا ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذو، نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية هذا شهر رمضان، إن شاء الله ربي يهديهم، لأن التصرفات تاعهم غير منطقية. يبدو لي باللي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم، يعني كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا. طلبوا لهم الهداية إن شاء الله. الجزائر ما تركعش، ولاو ياخذوا العبرة، ياخذوا العبرة من الدول العظمى اللي نحترموها كثير وتحترمنا هي تاني، وقرارنا محترم. لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا، راك غلط، غلط بزاف. احنا ما في 5,630,000 شاهد من اجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت هذا ما كان. تخريب الانسان اللي يخصص المال تاعو باش يخرب الفتنه مش مليح. انا ايقظ نار الفتنه يعني عليه اللعنه تقريبا، فهو آثم. ماشي لا آثم، يعني شوف في كل الاماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائما المال تاع الدوله موجود. في الجوار، في المالي، في هذه، في ليبيا، في السودان، في لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا ما نمكنوا لهم حتى عداوه، لان احنا محتاجين للجزائري والجزائريه لله عز وجل دابور، والجزائري والجزائري ماناش محتاجين. نتمنوا تعايش سلمي مع كل الامم، عرب وعجم، العلاقات الطيبة مع الجميع. اللي يحاول يتبلى علينا للصبر حدود. الجزائر مشهورة بأنها تعطي الطرايح.